أنا دفنتها بإيدي ولقيتها عايشة بعدين. آخر حاجة حصلت معايا جالي تليفون وكان في صوتي قال لي اوعى تصدقه، اوعى تصدق نفسك. قفلت التليفون، ايدي بتترعش. انا كنت خلاص قربت، انا واقف في نص الحقيقة، عارف ان في حاجة غلط بس مش عارف ايه هي. دخلت المطبخ، بصيت على الكوباية، انا فاكر اني حطيت الدواء بس مش لاقيه، مع اني كنت لسه ماسكه. فجأة لقيت نوها واقفة ورايا. قلت لها انتي جيتي امتى؟ قالت من بدري، بس كنت مستنية تشوف بنفسك. لقيت الدواء في ايديها، قالت بهدوء انا دكتورة صيدلانية، عارف الدواء ده بتاع ايه؟ مردتش، انا كنت لسه خايف. قالت لي انا كلمت عمي، وعمي ولبنى جايين دلوقتي. عمي وصل ومعاه لبنى. بوصلهم الجو اتغير خالص، كل حاجة اتغيرت، مفيش تعاطف، مفيش خوف. اطمنت، كان في بس تحليل وتفكير. عمي قال انا مش جاي اكذبك، انا جاي افهم اللي حصل. لبنى فتحت نوتة وقالت نهى حكت لنا شوية حاجات، بس انا عايزك انت تحكي من غير ما تفوت اي تفصيلة مهما كانت صغيرة. حكيت كل حاجة من الأول، من أول جوازي وحسن وعلاء والبيت، كل حاجة. لبنى قامت، فتحت الدرج، طلعت علب الدواء بتاعتي، بس أنا عمري ما حطيتها في الدرج ده. بصت فيها، بعدين اديتها لنهى. نهى بصت لي بصة غريبة، قالت لي انت مين اللي كتب لك ده؟ قلت لها دكتور علاء. نهى بصت لعمي وقالت بصوت واطي ده مش علاج، ده مفتاح هلوسة وممنوع بيعه أو انتشاره بسبب خطورته الشديدة. أنا لأول مرة ما لقيتش حاجة أرد بيها. عمي قال لي كل اللي حواليك داخلين في الموضوع. بصيت حواليا، قلت له حتى نهى. نهى اتصدمت، قالت لي انت بتقول ايه؟ لبنى بصت لي وقالت بهدوء كويس، خليك شاكك في الناس كلها. فتحت اللاب، نهى قالت لي سيبه. لبنى خدت مني اللاب، دورت، بعدها سكتت. قلت لها ايه سكتي ليه؟ العيادة دي مش موجودة اصلا، والبيت اللي رحتوه مكان تاني خالص، هم ضللوك بيه. لبنى عرضت خبر قديم، حريق أسرة كاملة في بيت متهالك. قالت يعني كل ده ما كانش ليه أي علاقة بيك، هما استخدموه عشان يقنعوك إنك مجنون. وهنا وقفت وسألتني، قالت لي انت لما رحت المحروس قالك ايه بالظبط؟ قلت لها قال مشكلتك مش مع الحي، مشكلتك مع اللي اتحرقوا. عمي رد وقال كل ده معمول عشانك، عشان ترجع لبيت البلد. لبنى قالت لي بس مش عشان تخاف، عشان تشوف حاجة. قلت لها ايه؟ قالت لي اللي مدفون. قلت
قلت لها طب خلاص. عمي قال نروح بيت البلد. قلت له انا رحت. قال لي لا المرة دي مختلفة، يلا بينا. دخلنا بيت البلد، بس المرة دي انا مش خايف، مش مرعوب، انا بتفرج. فجأة ظهر الراجل الضخم اللي في الشباك. خفت، بس لبنى ما خافتش، قالت لي استنى. راحت عند الحيطة، لمست حاجة صغيرة بس واضحة، انا مش عارف ازاي ما شفتهاش. اول ما داست عليها الراجل اختفى. قالت بهدوء ده بروجيكتور. وقفت وبصيت في المكان اللي كان واقف فيه. كل اللي كنت خايف منه كان ضوء على حيطة. قلت لها طب بس كان في حاجة تاني على السلم غير ده؟ قالت لي بينا نشوف. على السلم ظهرت الرجلين تاني. قلت له شفت اهي، والراجل اللي فوق ما عندوش رجلين. عمي ضحك وقال ده مش شبح، ده عرض هولوجرام. عارفه ولا مش عارف الهولوجرام؟ لبنى مسكت بايديها حاجة غريبة كده في الحيطة، قالت ده جهاز هولوجرام بيعرض الصور متحركة. بصيت فوق وبصيت تحت، فضلت ساكت. يعني كل اللي شفته في البيت ده كان وهم. قلت لها خلاص تعالوا نطلع الدور التاني. وقع بينا. وصلنا للدور التاني. لبنى بصت تحت وقالت الأرض دي انهارت لأن محفور تحتها، ملهاش أي سبب تاني، وهو ده سبب وقوعها بيكم. نزلنا تحت في نفس المكان اللي وقعنا فيه. سمعنا صوت هوا بيصفر في الأرض، معنى كده إن في هوا بيعدي تحت الحتة اللي احنا كنا واقفين فيها. عمي بص وقال الصوت ده جاي من تحت. مشينا وراه، لقينا أرضية فيها شق. حاولنا إن احنا نفتحه بس معرفناش. لبنى لقيت ورقة قديمة موجود عليها رسم هندسي، قالت ده مخطط المكان وفي فراغ تحت المكان ده، تحت نفس المكان اللي وقعنا فيه. وجينا نفتحه. لبنى قالت دي مش أرضية عادية، دي متقفلة. وصلنا لنقطة معينة كسرناها، الأرض فتحت. ده سلم، هوا تقيل، ريحة تراب قديمة. دي مش حفرة، ده مدخل. نزلنا، الجدران عليها نقوش وتماثيل تخوف. لبنى وقفت وبصت حواليها بذهول وقالت دي مقبرة، بس البوابة لسه مغلقة. لبنى قالت عشان كده كانوا عايزينك تبيع البيت، يشتروه ويفتحوا المقبرة في هدوء، هيفجروها هيكسروها، ملكهم. قلت لها يعني كل اللي حصل معايا ده عشان البيت؟ قالت لي لا، عشان اللي تحت البيت. عم وقف وقال بصوت واطي المرة دي انت غلط يا لبنى، الموضوع ما كانش محتاج اي ضجة. ابوك كان عارف. قلت له عارف ايه بالظبط؟ قال لي ان البوابة دي مش هتتفتح بالمعدات. بصيت له وقلت له امال هتتفتح ازاي؟ قال لي كانت محتاجة دم حد من نسل صاحب البيت. يعني انا ده اللي ابويا رفضه، وده اللي اتقتل بسببه. قلت له مين اللي ولع في البيت؟ عمي قال لي محروس، بس ما كانش يقصد يقتل حد، كان بيخوف ابوك بس. اليوم ده انتوا كنتوا خارجين
ومحروس عرف ان انتوا خارجين، واول ما انتوا طلعتوا من البيت انت رجعت تاني عشان عايز تخش الحمام. استنوك في العربية، البيت ولع، ابوك دخل يجري يجيبك. هو مات من الحروق بس قدر يحافظ عليك. لبنى بصت لي وقالت في حاجة لسه مش واضحة عندي. قلت لها ايه تاني؟ قالت انت متأكد ان انت دفنت هيام صح؟ قلت لها اه. قالت وريني فين. وصلنا المكان، حفرنا، طلعنا الصندوق، فتحناه، الجثة مش هيام. لبنى قالت يبقى كل حاجة لحد اللحظة دي كانت فيلم واتعمل عليك. ما ينفعش ناخد اي اجراء ولا ينفع نتسرع، لازم الفيلم يتثبت والحبكة تتلعب صح. انت هتعمل اللي هقولك عليه. وسمعت كلامها وبدأت في التنفيذ. روحت البيت، كلمت حسن، قلت له حسن انا موافق ابيع. صوته اتغير وقال لي ايه ده خلاص اخيرا؟ قلت له اه، بس عايز اعرف هل في مشتري جاهز ولا هيطول؟ قال لي موجود، هجيبه على طول، انا جاي لك. حسن وصل ومعاه الراجل ده، نفس الراجل اللي طلعنا من البيت لما ولع واتحرق بينا. بصيت لحسن وقلت له انا عارف ان في مقبرة. بصيت للراجل وقلت له انت اللي هتشتري؟ عارف انها عشان تتفتح لازم تذبح ابنك؟ الراجل اتوتر كده، قال ذبح؟ ده ذبح ايه يا بيه؟ ده هو نقطة دم كده والموضوع هيخلص. حسن سند ظهره على الكرسي وبص للراجل وقال له بهدوء سيبنا دلوقتي يا ابراهيم. وبعدين بص لي وابتسم. قلت له حسن انا مش عايز حاجة، انا بس عايز افهم هو انا فعلا مجنون؟ قال لي هفهمك، بس لعلمك دي اخر حاجة هتسمعها في حياتك. هيام حبيبتي، علاء اخوها الصغير، وابوهم محروس اللي ابوك ضحك عليه ومرضاش يدي حقه في المقبرة. هو اللي قال لنا عن المقبرة وجاب لنا كل اخبارك، تصرفاتك، افعالك، عاداتك، حفظناها صم زي اسمنا. جاب لنا كل حاجة انت بتعملها في حياتك. وانا وهيام عرفناك اكتر من نفسك، وهنا بدأت القصة. هيام تستدرجك، تتجوزك، كل ما تفوق ولا تحاول تفهم تروح لعلاء يزود الجرعة حبيب قلبي، تهلوس اكتر تقتنع انك مجنون، ودور اني اساعدك تثق فيا وفي نفس الوقت اقنعك انك مجنون بجد. وقف وبصلي من فوق قال المقبرة دي حق اصحابها، انت مالكش اي دخل بيها، وبما انك عرفت ده كله لازم تموت دلوقتي، لازم تحصل ابوك. لأول مرة ما كنش خايف، بصيت فيه وقلت له بهدوء تام شكرا يا حسن، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. وفجأة كل عناصر الشرطة اللي كانوا في البيت هجموا عليه، خدوا السلاح من ايده بعد ما سمعوا كل اللي حسن قاله، كان كله متسجل
كل كلمة قالها حسن كانت محفوظة. وبعد التحقيقات والضغط هيام وعلاء اتمسكوا. علاء قال انا كنت بزود الجرعة بس ما عملتش حاجة. هيام قالت انا بس كنت بديله الدواء، انا ما عملتش معاه اي حاجة. حسن قال احنا كنا عايزينه يبيع، وكان في مشتري هيخلص وهيفتح ومستعد يضحي، خير لينا وللبلد. هو اللي وش فار، بس محروس ما تكلمش. قال لي انت سألت نفسك قبل ما تعمل اللي انت بتعمله ده؟ قلت له يعني ايه سألت نفسي؟ بص لي وما ردش علي. حسيت انه عارف حاجة انا مش عارف. روحت اليوم دوت نمت، بس صحيت بالليل لقيت نفسي قدام المراية مش على السرير. ايدي فيها سكينة، مش فاكر. كنت مبتسم، مش ابتسامتي. تاني يوم رحت التحقيقات، قالوا لي تعال عيش معانا. رفضت، قلت لهم انا عايز اروح، عايز اقعد في البيت لوحدي. بس وانا خارج من التحقيق لبنى ادتني حاجة، قالت لقيتها في البيت القديم، تسجيل صوتي على تليفون قديم، تليفون غريب. شغلته، سمعت صوت انا عارفه، انا بسمعه كل يوم. قال لو كان وافق ابيع ما كانش حصل له كده. قلت له ابن ده صوت مين؟ ويعني ايه ابيع مش يبيع؟ بصت لي وقالت بهدوء ده صوتك. قلت لها ايه؟ قالت التسجيل ده اتسجل من 3 أيام قبل ما نعمل اي حاجة. قلت لها يعني ايه؟ قالت يعني انت كنت عارف من الاول. بصيت فيها وبصيت في ايدي، فكرت في كل حاجة. ايدي عليها جروح مش انا اللي اتجرحتها. فكرت في علاء، في هيام، حسن، محروس. دماغي فيها ذكريات مش بتاعت حد. فكرت في ابويا اللي مات عشاني، وفي الجملة اللي قالها ما تثقش في حد. رجعت بيتي، قعدت افكر. جالي تليفون، ما ردتش لاني عارف مين بيتصل. انا. في النهاية اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب